السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحن اليوم معكم على جريدة جيل 24. إذا معنا الأخ الكريم، مرحبا بك. بغينا نعرفوا الأخ الكريم واش كتحتفل يعني برأس السنة. اول حاجه السلام عليكم وشكرا لهذا المنبر الصحفي هذا جيل 24 اللي وقف على حسن هذا الموضوع هذا. اول حاجه اللي بغيت نقول لك هو حنايا كمسلمين ما كنحتفلوش بهذا الله يا ودي، حنا ما كنحتفلوش بهذا راس السنه هذا. حنا كمسلمين ربي دار لنا اعياد ديالنا بوحدهم، كما عيد الاضحى، عيد الصغير، عيد المولد النبوي الشريف، كما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا اعياد مسلمه نحتفلوا بها. حنا دابا الا جينا نحتفلوا بهذا العيد هذا نتاع راس العام، بحال اللي كنقولوا استغفر الله الغفور الرحيم. يعني حنايا اللي كنقولوا راه كاين واحد الولد اللي زعما ولدو الله، واستغفر الله على كلمه. حنايا ما كنقولوش هذا الموضوع هذا. نتمناو ليه الصحه والسلامه ان شاء الله في 2024 للمغاربه كاملين. واش ما تمناو واللي بغيت ننصحهم هو ما يمشيوش غالطين بهذه الفكره هذه، ما يتبعوش اليهود وتعيش فلسطين ان شاء الله وتعيش غزه وفيف المولوديه وتحيا الفلاج النصر كامل والصحه والهنا ان شاء الله لكاع المغاربه. وشنو هما الامنيات ديالك ان شاء الله اللي كتنتظرها ان شاء الله سنه 2024؟ ان شاء الله يا ربي نتمنى الى عائلتي الصحه والسلامه وجميع المغاربه كاملين، ونتمنى ان شاء الله الخير. دراري صحابي كاملين، قاده سليمان، عبد الحق، ما ننسى كاع اللي نسيتهم. ونتمنى للوالده ديالي، المهم كاع جميع المسلمين في المغرب كامل ان شاء الله. ونتمنى اوروبا هادشي اللي رحنا نتمناو، والصحه والسلامه ان شاء الله، وشكرا.